السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم اموركم كامله طيبه. شكرا بزاف على الميساج ديالكم. ما يمكنش لا فيديو ديال تجربتي مع سوره البقره شحال عجبتكم بزاف، وشحال قاست قلوبكم، وشحال وصلوني بزاف ديال الدعوات زوينين، وشحال وصلوني بزاف ديال الميساج، بزاف ديال لي كومونتير زوينين بزاف. تجاربكم، قصصكم، ابتلاءاتكم كامله قاستني وفرحت بزاف 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 بهاد التفاعل الكبير اللي كان مع هذيك لا فيديو اللي كنت متردده شنو نصور او لا شنو اللي نهضر عليه بالضبط في الاول. من الحمد لله كان القرار صحيح انني بارطاجيت معكم ليكسبيريونس ديالي. كيف قلت لكم لي فيديو اللي غادي نجيو في هاد لاشين غيكونوا قوه بزاف، كل فيديو غادي يكون قوه من الاخر. علاش؟ حيت انا ماشي جيت باش نعاود لك تجارب ديال الناس اخرين، غنعاود لك تجارب ديال الناس اخرين، ملي غنسالي معاك تجربتي انا، مني غادي نعاود لك الابتلاءات اللي دازوا على هاد الانسان اللي كتشوفي فيها، مني غادي نقول لك شنو دزت منه، شنو طحت، كيفاش نوضت، شنو وقع ليا باش نتيا اللي كانت حابسه عندك الدنيا وكنتي كتشوفي بلي الحياه صافي وقفات، ما عندك امال، اكتئاب، كتفكري في الانتحار. جيت انايا باش نعطيك امل في الحياه، باش نقول لك جميع اي ابتلاء يقدر يطيح لك على راسك، اي ابتلاء في الدنيا هذا الانسان هذه دازت منه، اللهم لك الحمد. ان الله سبحانه وتعالى كيبتلي العباد ديالو اللي كيبغيهم، ما كيبتليش اي واحد. الله سبحانه وتعالى كيبغيني وكيبغيك، داكشي علاش كيبتلينا، فهذا شرف، هذه راه خير كتير. الجو زوين بزاف. شوفوا بعدا راه وجهي منفوخ وعيني منفوخين حيت بكيت، تبررت قبل ما ندير الفيديو هذا. كنت كنسوق، حيت كندعي وتفكرت بزاف ديال الحوايج، وكنت قبل كنفكر شنو علاش غنهضر لكم، وتفكرت القصه ديالي زعما مع الصلاه وكيفاش بدات والطفوله ديالي وكذا، وانا نقول اجي ندير لهم بعدا بارت 2 عاد ديك الساعه نهضر لهم على التجربه ديالي مع الصلاه. غادي تنفع بزاف الناس اللي ما كيصليوش. غادي نبارطاج معكم الاحساس ديالي، نبارطاج معكم داكشي بصدق، داكشي بلي ديتاي. يوصلوني بزاف ديال لي ميساج اللي ما بغيناش الاختصار، اللي بغينا لي ديتاي، ما تختصريش، راه قصتك فادتنا بزاف. هذاكشي علاش قلت غادي ندير لكم بارت 2 من القصه ديالي مع سوره البقره، وغادي نحاول نهضر لكم على النقط اللي ما هضرتش لكم عليهم في لا فيديو الاولى، ونجاوبكم على لي كيسيون ديالكم. في الفيديو الاول هضرت لكم على الاثر ديال سوره البقره على حياتي، وفي هذا الفيديو هذا غادي نحكي لكم البدايه ديالي مع سوره البقره وعلاش خديت هذا القرار، وشنو اللي تبدل فيا شويه بشويه من مورا ما بديت كنقرا سوره البقره. شنو اللي تبدل في حياتي؟ اول سؤال، علاش بديت سوره البقره؟ بديت سوره البقره ماشي حيت كان فيا الايمان وحتى انسانه مؤمنه وحيت درجه الايمان ديالي عاليه، لا. سبحان الله العظيم، الانسان فاش كيطيح وفاش كيتبتلى عاد كيتفكر الله سبحانه وتعالى، عاد كيبدا يقلب على شنو الحاجه اللي غتقربه من الله، شنو، وكيولي يا ربي انقذني، يا ربي خرجني من هذا الشيء اللي انا فيه، يا ربي صافي راه ما بقيتش قاده، صافي الحياه وقفات. بديت سوره البقره حيت كنت بديتها من خوف، ماشي بديتها من ايمان، حيت كنت كنقلب على الامان، كنت كنقلب على شي حاجه اللي ترجع لي الروح في الحياه، شي حاجه اللي تقول لي لا راه مازال جاي الخير، شي حاجه اللي تطبطب على خاطري، شي حاجه اللي سوره البقره القصص اللي فيها كيقيسوا اي واحد. انا كتجيني فيها داكشي كامل اللي خاصنا في هذه الحياه، كيجوني فيها قصص بزاف اللي مشابهه لداكشي اللي كنعيشو حنايا في يومنا هذا. دونك كطبطب على قلب اي واحد شنو ما كانت القصه ديالو، سواء ذكر سواء انثى، سواء مراهق، سواء بيزنس مان، سواء بيزنس وومن، سواء شنو ما كانت لا سيتياسيون ديالك في هذه الحياه. كيف قلت لكم كنت باغي غير شي حاجه اللي ترجع ليا الاحساس بالامان، شي حاجه اللي تبين لي بلي راه باقا الحياه. حيت في 2023 فاش بديت سوره البقره وبديت كنقلب على الادعيه وبديت كنقلب على اوقات الاستجابه وكنستغفر وكندير الصلاه الابراهيميه، حيت صافي وقفات الحياه. كيفاش وقفات الحياه؟ كيف قلت لكم كنت عرفت بلي راه عندي سحر. وكيفاش عرفتوا راني عاودت لكم في الفيديو الاول، اللي ما عارفينش القصه يرجعوا ليها. فدونك فاش والدي يعرفوا بلي عندي سحر الرقات، ورقه كينصب عليك، ورقه كيدير لك فلوسك وانت غاده وتالفه كطيحي وكتقول مره تهضري بصوت وكتقولي واش هذا انفصام في الشخصيه، واش هادي شنو هو هادشي، واش انا راه ما كنامنش بالسحر، واش السحر كاين، واش هاد الجن كاين، واش كاين معنا شي خلق اخر. كتولي كتفهمي في داك العالم. والناس اللي ما كيامنوش بهذا العالم كيضحكوا على الناس اللي مرادين به، اللي ضحك كيتبلا. باش نقول لكم اي واحد كنشوفوه ابتلاء في الدنيا كنقولوا يا ربي تستر علينا دنيا واخره، يا ربي تشافيه، ويا ربي تبعد علينا هذا الاذى. كندعيو، ما كنبقاوش نتشفاو في الناس. كيطيح لا راه مريض نفسي، راه كيمثل، راه
غا كتمثل بزاف ديال الحوايج كنشوفهم انايا. ايوا الحمد لله على كل حال. وليت شفا كيتبلا، وليت شفا كيتبلا. ما تبقاوش تضحكوا على الناس بالدار ديالهم، ما تبقاوش تضحكوا على الناس وتجمعوا بهم في المجامع وفي الجلسات وتجلسوا فلانه وقع ليها دار ليها فيها هادي، لا خصنا نبعدوا منها، لا خاص راه غتمرضنا غتفعل لينا غترك لينا. هادشي كنعيشو انايا فهمتوا. كنهضر لكم ديما من تجربه ماشي من فراغ. ولكن اللي تشفى كيتبلا، ما علينا. السؤال الثالث، كيفاش بديتي بالتفاصيل وفوقاش كنتي كتقراي سوره البقره؟ كنت كنقرا سوره البقره مورا صلاه الفجر. احسن وقيته لسوره البقره هي تقرايها مورا صلاه الفجر، كيكون داك الهدوء والسكينه وتقدري تخشعي مزيان وكتحسي بسوره البقره فهمتوا. ملي كتعاودي تنعسي مورا داك الفجر، ديك النعسه كتكون حلوه بحال عتا كنتي في اكتئاب ولا مرض روحي، كتحسي بواحد الراحه. والناس كيقولوا لي واش نقراوها بالتقطاع؟ ما تقراوهاش بالتقطاع. الا الشيطان كيقول لك لا وقطعي، قراي 3 الاحزاب 2 احزاب، عشيه قراي حزب، تقرايها دقه واحده غتجلسي لها غادي تساليها. وشوفي مره على مره وحده بوحده انا شاده التليفون حيت كاتبه فيه لي كيسيون باش ما ننساهمش. وحده مره على مره غادي تبداي كتولفي وغادي تبداي كتقرايها. مره تقراي في ساعه ونص، بشويه تولي تقرايها في ساعه، شويه تولي تقرايها في 40 دقيقه، شويه تولي تقرايها في نص ساعه، غتولي تقراي سوره البقره. وديك نص ساعه راه كنبقاو نسكروليو فيها ما كنحسوش بها. هو اصلا ما كنسكروليوش نص ساعه، كنسكروليو بالساعات وما كنحسوش بداك الوقت اللي كنكونوا كنسكروليو. دونك حتى قراءه سوره البقره نهار على نهار غادي تولي عاده يوميه فهمتي. ما تبقايش تحسي بالثقل ديالها، غير خاصك تقرايها دقه واحده. كيف قلت لكم احسن وقيته هي مورا صلاه الفجر. الناس كيقولوا لي واش غير نسمعوها ونطلقوها في الدار؟ لا، خاصك تقراوها باش تشوفوا الاثر ديالها، خاصكم تقراوها. السؤال الاخر، واش تقرايها من المصحف ولا تقرايها من الهاتف؟ قرايها من المصحف احسن والله، كتحسي بالراحه. دابا انا ما جبت معايا المصحف ديالي كنقرا غير من القران، كتحسي بشي حاجه ناقصه فهمتي. ديك الشده ديال القران سبحان الله العظيم عنده واحد الهيبه، والله حتى عنده واحد الهيبه. شنو كنتي كتقراي؟ السؤال الاخر، شنو كنتي كتقراي الدعاء اللي كنتي كتقولي مورا ما كتسالي سوره البقره؟ كنت كنقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. وانتم راه باينه. السؤال الاخر، صعوبات باش كتحس اللي حسيتي براسك فيهم. كاين ايام كنت كنقراها، كاين ايام كنت كنقراها وما كنتش كنحس بها، كنت غير كنقراها باش نقراها. كاين ايام كانت كتجيني ثقيله، كاينين ايام كانت كيجوني احلام خايبه ومزعجه بزاف ورؤى. دونك كاينين هاد الصعوبات. ولكن ولكن راه تشوفي الفتوحات من بعد. ما تفكريش في الصعوبات في الاول وتحطمك وتخليك انك ما تكمليش. فكري في التيسير اللي غادي يجيك من مورا ما غادي تقرايها. الله سبحانه وتعالى كيشوف الاستمرار، ما كيشوفش المزاج ديالك. انا ملي تكون راشقه ليا نقرا سوره البقره، ملي ما تكونش راشقه ليا ما نقراهاش. لا، الاستمرار. والح 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 على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، الحوا على الله سبحانه وتعالى بقراءه سوره البقره، والنيه ديال داك الامر اللي بغيتو ان سيدي ربي قادو لكم وتفرج لكم. انا كنت كنقراها بنيه كلشي، اي حاجه كنستحضر هذيك الساعه وكنقرا سوره البقره. خامسا، شنو تغير فعلا؟ شنو يتغير؟ الهدوء، الامان، نقص الخوف، ثقه في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كيقربك ليه قراءة سورة البقرة، تولي ما كتدعيش باستعجال، كتدعي وانت مسلمة أمرك الله سبحانه وتعالى. كيولي التسليم مسلمة أمرك الله سبحانه وتعالى وكتدعي بيقين. الله سبحانه وتعالى راه كيشوف فيا، راه كيسمع فيا، أقرب إلي من حبل الوريد، راه غيتقبل مني، راه غيفرج علي. بدلت لي النظرة في الحياة، والنظرة ولات إيجابية فهمتوا. كتوليو تشوفوا الحياة ملونة، عندكم واحد الأمل آخر جديد في الحياة فهمتوني. السؤال السادس، واش كان فرج واضح؟ يعني واش صافي تقلبت حياتك دقه واحده؟ لا، ماشي عصا سحريه. فالدقه الاولى صافي كلشي تبدل، كلشي الاماني ديالك غيتحققوا، كلشي داكشي اللي كانت فيه تقاد. لا، ولكن كتوضح لك الصوره، كيوضح لك علاش نتيا في ابتلاء، كيوضح لك علاش الله سبحانه وتعالى اختارك. راه ماشي اختارك باش يعذبك، ماشي اختارك حيت ما كيبغيكش، راه ماشي اختارك لهذاك الابتلاء حيت ناسيك. لا،
كتوضح لك الصوره ان الله سبحانه وتعالى تلاك حيت كيبغيك، كتولي كتصبري على الابتلاء، ماشي كيجيك تسدي عليك واش بقيتي تبكي ولا انا ضعيفه وانا وقع ليا وانا ما عندي زهر، وتبكي وتشكي وتعوض انك تبكي على الناس وتبكي على الله سبحانه وتعالى، كتمشي تبكي على الناس وتدقي باب الناس، والناس سبحان الله سبحان الله كاينين بعض الناس فاش كتشكي ليهم ضرك كيمشيو كيضحكوا عليك بيه او كيجمعوا بك بيه او كيضحكوا عليك اصلا ما كيفهموكش ما كيحسوش بك، ولكن الله كيحس بك. كنقول لكم هاد الهضره انا جربتها، ما خليتش شكون شكيت عليه، ما خليتش شكون هضرت معاه. اصحاباتي اللي كنت كيصحاب ليا صحاباتي ديال بصح ومقطرين ليا من القلب ومن العينين، كنت كنمشي وكنبكي عليهم وكنعاود ليهم، في الاخر كنلقاهم كيجمعوا بضري كيضحكوا بي. واحد البنت كنعقل عليها الله سبحانه وتعالى كاع دوك الابتلاءات اللي كانوا فيا كانت كتضحك عليا بهم، كانت كتجمع بيا بهم، سبحان الله العظيم. حتى هي داكشي اللي طحت فيه كنشوفها دابا فيه وما عندي ما نقول من غير ان اللي تشفى كيتبلا، وتا دابا ما غتشفاش فيها، الله يفرج عليها. مي كانت ضراتني ديك الوقيته ديال بصح، عرفتي فاش كتكون مهرس، فاش كتكون مشتت، فاش كتكون مريض، فاش كتكون محطم، وكيزيدوا الناس القرابين لك وصحابك، سيرتو صاحبتك كتكوني دايره صاحبتك بحال اختك، وكتكوني كتعاودي ليها كلشي وهي راه موراك كتجمع بك وكتضحك بك، وفي الاخر شنو غتقول لي النهار اللي غنمشي للعمره هرست قلبي واحد التهريسه، كنت فارقت معها مده، صونات ليا قالت لي عرفتي انا كتبقاي فيا، بقى خاصك ما كتشوفيش بلي خاصك طبيب نفساني، كتجيني بلي راك مريضه نفسيه، وكتجيني بلي راه فيك واحد جوج ثلاثه، وانا سيدي ربي سهل عليا، وسيدي ربي مرزقني واحد الزوج حنين، وما كرهتش نقول له قطع عليا نمشي للسعوديه، وانا داك الليله راني غادا للعمره سبحان الله العظيم. وهي اتصلت بيا وهي كتشفى فيا، ما قلتش لها بلي انا راه سعودي، انا قطعت لها، انا راه غادا اليوم. سبحان الله العظيم الدنيا كتقلب، وكاع زعما الناس اللي دايرين بها كيجيو يقولوا لي زعما شنو وقع ليها من بعد وشنو وقع ليها دابا والابتلاءات اللي طاحت فيهم، كنقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله. لا كان قلبك زوين هذه كان نعمه من الله سبحانه وتعالى. والله لكن انت ما تقدريش تجرحي، ما تقدريش تادي، ما تقدريش ديري هادشي اللي دارت هاد السيده هذه لشي واحد، عارفه راه فيك الخير كتير، الله سبحانه وتعالى ما ينساكش والله ما يخليك. ما علينا. سابعا رساله للناس اللي باغيين يبداو، ما نقولك حتى شي حاجه من غير بداي، راك تعطلتي بزاف، راه سيدي ربي جاب لك واحد الساروت واحد المفتاح حتى لعندك، علاش انت ما باغاش؟ علاش انت كترفضيه؟ بداي. وغتقولي لي انا ما كنديرش الحجاب، كندير الحجاب بعد نقرا سوره البقره، وما عمرك ما ديري الحجاب لما قريتي سوره البقره. قرا سوره البقره بنيه انك باغي ديري الحجاب، ربي يسهل لك. انايا كنفسد، كنسرق، كنزني، كنسهر، كنكمي، كنشرب، خاصني تنحبس هادشي كامل عاد باش تقرا سوره البقره؟ لا، الشيطان وداك يأسك يقول لك واش كديري هادشي كامل وتمشي تقراي سوره البقره وتصير بعدا حيديها كذا وكذا 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 وكذا، عاد قراي سوره البقره باش ما عمرك تقراي، باش تبقاي في غفله وتبقاي اليوم غدا اليوم غدا داك التسويف، غندير سوف تا يديموا الامانه امانته. بداي وخا تكوني كديري العجب العجاب. شوفوا انا كيجيني الانسان اللي ما كيقدرش يمسلم، ما كيصحش ليه، ما كيهضرش فيه، ما كينمش فيه، ما كيضروش، الله سبحانه وتعالى راه فيه خير، هذا الانسان فيه خير. علاش؟ الله سبحانه وتعالى كيغفر كل شيء، هادشي كامل اللي قلت لك دابا كنتي الا كان فيك هادشي كامل الله سبحانه وتعالى كيغفر، وما كيغفرش حاجه وحده الا ما بين العبد والعبد. الظلم ديالك للعبد ديالو الله سبحانه وتعالى ما كيغفروش، خاص هذاك السيد ولا ديك السيده اللي ظلمتيها ولا سحرتي لها ولا هضرتي فيها ولا نمتي فيها هي اللي تسمح لك، عاد باش ديك الساعه سيدي ربي يقدر يغفر لك. اما اللي كنتي غا كديري هادشي ماشي راه شي حاجه خايبه، مي غداي ما تخليش الشيطان كيأسك ويقول لك لا انت ما دايراش وانت فاعله وتاركه وكذا، وغتجي وتبداي تهضري على سوره البقره وتقولي للناس وتانفلونسيهم وتعاودي لهم ليكسبيريونس ديالك، وسيري بعدا حيدي الميك اب، وسيري بعدا قادي زيفك، وسيري بعدا ديري، وسيري بعدا ديري وتقسمتي الموسيقى بعدا. وراه
خطوه بخطوه. سوره البقره هي اللي غادي ترشدك للطريق الصحيح، وهي اللي غادي هي اللي غتبدا معاك. بحال كتبداي مع شي كوتش، بحال كتبداي مع شي طبيب نفساني تخلصي بالفلوس. سوره البقره ما كتخلصي حتى شي حاجه، ما كتخلصيش سيد ربي. ربي كيعطيك ها الحل وها الدواء، ها الداء ديالك، الابتلاءات اللي انت فيها هما الدواء ديالهم، غسيري ديري. ما ديال الفيديو بغيت نقول لك بداي، هذه هي الوقيته اللي خاصك تبداي فيها. وكيف قلت لكم في الفيديو اللي فات، خاصكم ضروري اللي ما شافوش يمشي يشوفوا. راه هذا الفيديو ما طلعش لك صدفه، راه سيدي ربي باغي لك الخير. ماشي سيدي ربي، ديما نقولها لك، ماشي سيدي ربي مستجيب لك، راه ما كيبغيكش، وانت ابتلاء، راه سيدي ربي ما كيبغيكش. هاد عبده ربي، هاد العبده الضعيفه اللي قدامك، ابتلاءات كامله ديال الدنيا والدين دوزتها. اي ابتلاء يقدر يطيح لك على بالك دوزته. القصه ديالي ما غاديش نعاودها لك دقه واحده، التجارب ديالي غنبقى نعاودهم لكم شويه بشويه. انا غنسالي التجارب ديالي، غنجيب لك بنات بحالك طايحين في لا سيتوياسيون ديالك، باش حتى هما تاثري منهم، وحتى هما غيبدلوا لك النظره لك ديالك في الحياه، وغتنوضي تقعدي، وغادي تنوضي توقفي على رجلك، وغادي يرجع لك الامل في الحياه. هذا هو الهدف ديالي من هاد لاشين. ويا ربي يكون اثر طيب، ويا ربي هاد الهضره اللي كنقول لكم تلامس قلوبكم. حاولت ما نبكيش في هاد لا فيديو، وحاولت نهضر بصلابه شويه، ما باش توصل لكم الفكره بلا ما عرفتش. وخا الاحاسيس والمشاعر والدموع والكره صدر بيخلقهم لينا باش نستعملوهم، وماشي ضعف، ماشي ضعف نهائيا. البكا ماشي ضعف، البكا قوه. بكي على الله سبحانه وتعالى، بكي جاتك البكيه بكي، جاتك الغوت غوتي، جاتك السعره سعري، جاتك اي حاجه ديريها، وما تسوقي لحتى شي واحد، ما تسوقي لحتى شي واحد. لا ما نبكيش حيت انايا غيقولوا لا ضعيفه، هادي ما عندها شخصيه، لا هادي جايه كتمسكن، لا هادي باغا تطيح قلوب الناس. لا هذوك راه مشاعر سيدي، الشريفه الشريف، مشاعر هذوك خلقهم لي الله سبحانه وتعالى، احاسيس خلقهم لي الله سبحانه وتعالى باش نستعملهم. مي حاولت ما نخدموش في هذا لا فيديو باش فهمتي نجي نعطيك اللاصق. بداي ها كيفاش بديت، ها شنو وقع شنو وقع شنو وقع شنو وقع. بداي، واللي ما شافتش الفيديو الاول البارت الاولى تدخل تشوفها. الله يسر اموركم كاملين. اي سؤال ما جاوبتش عليه خليو لي في الكومنت، غادي نجاوبكم عليه. وقولوا لي شنو المواضيع اللي بغيتو نهضر لكم عليها في الفيديو الجاي. الفيديو الجاي غنحاول نعرفكم براسي اكثر، ونقول لكم شنو دوزت، شنو داز عليا، شنو دوزت، شنو مزيان شنو اللي ما مزيانش، شحال في عمري، السيتوياسيون ديالي، نعاود لكم كلشي باش تعرفوني اكثر، تعرفوا شكون كيهضر معاكم، تعرفوا هاد البنت اللي جات كتدوي معاك هنا في يوتيوب وكتفرجي فيها وتابونيتي ليها وطامعه انها تبدل حياتك وتبدلي معاها. راه انا طامعه نتبدل معاكم. شحال لك انا جيت، انا صافي راه وصلت للقمه وصافي تبدلت ودرت الفلوس ودرت لاباس في صحتي. انا لاباس بالنسبه لي هو في صحتك، هو التوازن النفسي، هو السلام النفسي. وغندوزو من الابتلاءات للحوايج اخرى، بزاف ديال الحوايج اللي زوينين بلا ما نقولهم دابا. مره على مره غادي نبقاو غادي شويه ايطاب باغ ايطاب حتى غادي انا كنتبدل معاك، او ميم طون كنعاود لك التجارب ديالي وانت كتبدلي معايا باش نوليو احسن نسخه من راسنا ان شاء الله. يا ربي تهلاو في راسكم، تبقاو على خير. كتبوا لي في لي كومنت ضروري شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش، المواضيع اللي بغيتو نهضروا عليها مستقبلا. سلام.